الناس كلها اتكلمت عن اللي وصلوا ليه، والجونة كشفت كل اللي كان مستخبي ومحدش بيشوفه ولا يعرف عنه أي حاجة. منهم اللي قطعت أكل والتانية مقضيها رياضة، غير اللي أخدت حقن، وكمان لسه في اللي عايزة تتغير كمان وكمان. ومش فارق سن مين كبر ومين صغر، الستات طول الوقت أهم حاجة عندهم الرشاقة وجسمهم. هدى المفتي قلبت الدنيا، وبسنت شوقي مش راضية عن اللي وصلت له. ميان السيد بقت حكاية واختفت لحد ما عملت اللي عايزة تعمله. ده غير بقى دينا الشربيني وصبا مبارك اللي عملوه كان حكاية وفرج الناس كلها عليهم. حتى يسرا نفسها تبقى زي بنات اليومين دول، وإلهام شاهين ما سابتش حاجة للفنانات الجداد. الفنانات قرروا كلهم يبقوا رفيعين قوي، ودي حاجة خلت الناس مش حباها على الكل. ومهرجان الجونة وفساتينه ظهرت اللي كان مستخبي، وانهم وصلوا للأوزان دي ازاي والحجم ده ازاي. يا ترى هدى المفتي وميان السيد عملوا ايه؟ وهل فعلا بسنت شوقي مش راضية عن نفسها؟ وايه اللي يسرا نفسها فيه ومش عارفة ترجع له تاني؟ كل التفاصيل دي هنعرفها في الفيديو ده، والمفاجآت بتاعتها مش هتخلص. مهرجان الجونة دخل علينا بفنانات كتيرة قوي خست على الآخر، وكل واحدة فيهم فرحانة باللي وصلت له، وشكلهم كان ملفت جدا. والناس انتقدت كتير الأوزان اللي وصلوا ليها، وشافوا إنهم مزودينها قوي، وإن المثالية اللي هم فيها في الوزن غريبة على عين الناس. وطبعا هدى المفتي كانت من أول الملفتين، وده من أول يوم الافتتاح لما ظهرت بفستان خلى جسمها واضح قوي إنه خس، والأيام اللي بعدها كمان. ده غير صبا مبارك اللي ما بقتش زي زمان خالص، وقدرت توصل للوزن اللي كانت عايزاه بعد ما وقفت أكل وما بقتش تاكل إلا وجبة واحدة بس في اليوم. أما بقى دينا الشربيني فبقت على الله حكايتها، ورجعت خست جدا بعد ما كانت تخنت شويه، بس الرياضه هي اللي خستها وقللت الاكل وعملت معاها عمايلها. ميان السيد مشيت في نفس السكه من فتره، ورغم ان جسمها ما كانش مليان قوي، بس قررت انها تبقى صاحبه اكتر جسم مثالي عشان يساعدها انها تعمل ادوار اكتر ويبقى قدامها فرص اكتر واكتر. واختفت فتره عن عيون كل الناس، ورجعت وهي رفيعه ومثاليه، وناس قالت انها عملت عمليه علشان توصل لكده، بس هي لحد دلوقتي ما علقتش على الموضوع خالص. اما بالنسبه لبسنت شوقي فهي قررت انها لا تعمل عمليات ولا اي حاجه، والموضوع كله يبقى دايت في دايت. ورغم انها بتحب الاكل جدا، بس بتحرم نفسها من كل حاجه علشان تخس. وبرده اوقات كتير بتفلت منها وترجع تملى شويه تاني، بس بتتضايق قوي لما حد بيقول انها عملت عمليه وهي حارمه نفسها من الاكل اصلا كل ده. وعلشان الست ست في اي زمان ومكان، الموضوع مش واقف على الفنانات الشباب بس، لا ده كمان يسرا من احلامها دلوقتي انها تنزل في وزنها وترجع زي ما كانت زمان، بس هي مش عارفه تعمل ده دلوقتي. اما بالنسبه بقى لإلهام شاهين فحاولت تاخد الحقن وفرقت معاها جدا، ونزلت فعلا في وزنها رغم انها طول عمرها كانت مليانه، بس اللي نفسها فيه عملته. انتوا بقى شايفين مين اكتر واحده جسمها حلو وهي رفيعه ولايق عليها الشكل ده فعلا، ومين لا؟ شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تتابعونا دايما عشان تعرفوا اخبار المشاهير.